تحيا مصر، تحيا مصر. السيسي بالبدلة العسكرية وظهور علني لمنظومة S-300. إسرائيل مش هتنام من النهاردة ولمدة أسبوع كمان بسبب كمية الرعب واللي شافوها من رسائل الرد المصرية في افتتاح الأوكتاجون. الدنيا من امبارح والعالم كله بيتكلم عن اللي حصل في افتتاح المقر الجديد لوزارة الدفاع المصرية الأوكتاجون في العاصمة الإدارية الجديدة. المشهد ما كانش مجرد افتتاح مبنى إداري أو عسكري ضخم، لا خالص، الموضوع طلع فيه رسائل ردع استراتيجية متهندسة ومتنقية على الفرازة، والرسائل دي وصلت تل أبيب في نفس اللحظة وعملت حالة طوارئ غير عادية في الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات هناك. البداية كانت مع ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدلة العسكرية، وده حدث مش متكرر وليه دلالات سياسية وعسكرية قوية جدا، ومعناه باختصار إن الدولة المصرية دايما في أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وإن اللي بيحصل النهاردة في الأوكتاجون رسالة حسم مش دبلوماسية. المفاجأة الأكبر اللي خطفت عيون الخبراء والعسكريين في إسرائيل والعالم كله كانت الكشف العلني والواضح عن منظومة الدفاع الجوي المرعبة S-300 بنسختها المصرية والمعروفة ب S-300 VM. ودي مش أي منظومة دفاع جوي، دي تقدر تقول كده صائدة الأشباح. المنظومة دي تقدر تضرب صواريخ باليستية وطائرات على مسافات بتوصل ل 250 كيلومتر، وبتتعامل مع 24 هدف جوي في نفس الوقت بكفاءة تدميرية تضمن تصفية الهدف تماما. إسرائيل بقالها سنين بتحاول تتجسس وتعرف حجم وقدرات المنظومة دي عند مصر، وظهورها النهاردة بشكل رسمي وفي قلب الأوكتاجون بيقول للاحتلال إن الأجواء المصرية مش بس مؤمنة، دي مقفولة بالضبة والمفتاح، وأي محاولة لاختراقها أو حتى مجرد التفكير في الاحتكاك بيها ده انتحار عسكري حقيقي مش مبالغة. التقارير العبرية بدأت فوراً تحلل الموقف، والتحليلات كلها بتقول إن إسرائيل مش هتعرف تنام طول الفترة اللي جاية بسبب كمية الرعب والمعلومات اللي اتكشفت فجأة. ومش بس علشان ظهور السيسي بالزي العسكري ومنظومة S-300، ده الأوكتاجون نفسه كمان كمركز قيادة وسيطرة بيعتبر الأضخم في الشرق الأوسط، ومصمم علشان يدير حرب على كذا جبهة في نفس الوقت وبأحدث تكنولوجيا ربط بين الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. فلما تجمع بين مركز قيادة بالضخامة دي ورئيس بالبدلة العسكرية واستعراض لمنظومة دفاع جوي استراتيجية زي الS-300، يبقى أنت قدام مشهد ردع متكامل الأركان. الرسالة المصرية كانت واضحة ومباشرة ومن غير لف ولا دوران. الأمن القومي المصري خط أحمر، وقدرات الردع الجوي والبري جاهزة للتعامل مع أي جنون أو تهور في المنطقة، والوضع السياسي الجديد مش هيسمح بأي تهديد للحدود المصرية. المشهد ده بيتحول دلوقتي لترند عالمي، والكل شغال تحليل في تفاصيل الرسائل المرعبة واللي هزت حسابات قادة الاحتلال في ليلة واحدة. الحدود المصرية في أمان، واللي عايز يجرب يقرب.